يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الحمد لله رب العالمين. يا رب لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. واشهد ان لا اله الا الله هو صاحب العزة القائمة وصاحب المملكة الدائمة، يقول في حديثه القدسي الجليل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري. يا رب أنا من أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فرحا بعفوك يا مهيمن زلتي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان يدعو ربه فيقول: اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، سعدت بطاعتك السماوات العلى، والارض صارت جنة خضراء، وسموت بالملأ الذين تعلموا سنن الشريعة فارتقوا سعداء. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، هنا جامعة العقائد الاسلامية قسم الايمان. اقدم لحضراتكم الدرس 23، ولا تزال محاضرتنا في قاعة المحاضرات الكبرى هي الصحابية الجليلة سهلة بنت ملحان. فنحن اليوم على موعد معها لتعلمنا ماذا؟ لتلقي علينا محاضرة في الصبر والحكمة. ففي الاسبوع الماضي كانت تلقننا درسا في الثبات على العقيدة على قول لا اله الا الله. معاشر الاخوة الاعزاء، تزوجت الصحابية الجليلة بعد موت زوجها بزيد بن سهل الذي كنيته ابو طلحة، وكان مهرها كلمة التوحيد. كان مهرها كلمة لا اله الا الله، كلمة تهتز لها الجبال الراسيات. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي.
كليم الرحمن موسى لربه: يا رب علمني شيئا ادعوك به واذكرك به. قال المولى جل جلاله: يا موسى قل لا اله الا الله. فقال الكريم: يا رب كل عبادك يقولونها. فقال له رافع السماء بلا عمد: يا موسى وعزتي وجلالي لو ان السماوات السبع وما فيهن والأراضين وما فيهن وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ لما تزوجت بأبي طلحة رزقت منه غلاما يسمى عميرا، ومرض الغلام مرضا شديدا، وقبل ان يخرج ابوه سعيا وراء لقمة العيش قتل ابنه وخرج، ولكن الموت رصرص على الغلام وابوه رائد، وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد. الموت لغز لا يحل وطلسم لا يفك، لانه متعلق بالروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. مات عمير، فماذا فعلت امه السيدة سهلة؟ هل شقت جيبها؟ هل رسمت خدها؟ هل دعت بدعوى الجاهلية؟ كل ما قالته انها قالت انا لله وانا اليه راجعون. لا مفر من لقاء الله. القبر باب وكل الناس داخله. يا ليت علمي بعد القبر ما الدار. الدار دار نعيم ان عملت بما يرضي الاله، وان خالفت فالنار. هما محلان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك اي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا، وان هفوا هفوة فالرب غفار. قامت الصحابية الجليلة وغسلت ابنها وكفنته، وقامت فصلت عليه 4 تكبيرات، وحفرت له قبره ودفنته. وعاد زوجها من عمل متواصل، عاد ليلا، قامت فهيأت له نفسها واعدت له طعامه فاكل، ثم سالها: كيف حال عمير؟ سؤال عجيب، ولكن الاجابة عنه اشد عجبا. كيف حاله؟ فماذا قالت خريجة مدرسة محمد؟ قالت له: يا ابا طلحة، ان عميرا بات الليلة لا يشتكي
نام نوما هادئا، هذا حق، نام نوما هادئا. بدعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل الصهاد تعب كلها الحياة، فما اعجب الا من راغب في الزياد، الا حزنا في ساعة الموت اضعاف سرور في ساعة الميلاد. كان الحبيب محمد حبيب قلوبنا عند سكرات الموت يمسح وجهه بماء بارد ويقول سبحان الله ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. فكانت ريحانته فاطمة تبكي وتقول يا كرباه على كربك يا أبتاه. فكان السيد الجليل المصطفى يقول لها يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. وكان بلال في سكرات الموت، قامت زوجته وقالت هو مصيبته، ففتح بلال عينيه وقال لها بل قولي وفرحتاه غدا سنلقى الأحبة محمدا وصحبه. ولما نام خليل الرحمن ابراهيم على فراش الموت وجاءه الملك الموكل بالارحام الموكل بقبض ارواح العباد، ساله الخليل زائرا جئت ام قابضا يا ملك الموت؟ قال له بل جئت قابضا يا خليل الرحمن. فقال له الخليل يا ملك الموت ارايت خليلا يميت خليله؟ فاوحى الله الى ملك الموت بالاجابه فقال له يا خليل الرحمن السلام يقرئك السلام ويقول لك ارايت خليلا يكره لقاء خليله. يا حبيب القلوب هب لي رضاك وارحم اليوم مذنبا قد اتاك. يا سروري ومنيتي وعمادي قد ابى القلب ان يحب سواك. كيف حال عمير؟ قالت له لقد نام الليلة نوما هادئا لا يشتكي تعبا. لو كانت احدى سيدات العصر الحديث لقلبت الدنيا رأسا على عقب، ذلك لان العقيدة هي الاساس الاول لتربية النفوس، هي مركز الدائرة، هي حجر الزاوية، هي العنصر الفعال. ولقد شعرت بشغاف قلبي يتمزق عندما جاءني شاب منذ ايام دخل علينا وقدماه لا تكادان تقويان على حمله، وقال لقد طلقت زوجتي طلاقا بائنا بينونة كبرى 3 طلقات لا تحل له من بعد. لماذا؟ وقد رزق منها بطفل صغير وطفلة اصغر منه. وكان السبب عجيبا وغريبا ولكنه في هذه الايام ليس غريبا.
قال الشاب بالحرف الواحد: استيقظت ليلا فلم اجد زوجتي في حجرة النوم، وكنت اتحدث اين هي، كنت حيران كالنجوم المتارقة، ورأيتها تقف مرتبكة امام احدى حجرات السكن، وسألتها: ما الذي دعاك الى الخروج من الحجرة؟ فقالت له: لان القط دخل حجرة الدجاج وخشيت ان يأكل الدجاج. قال: ففتحت حجرة الدجاج لأرى القط فوجدته ذئبا بشريا في ظلام الليل تترك حجرة زوجها وتكذب على الله ورسوله، مواعيد في الحرام، وعتق لأسفار الرجال، مواعيد في الحرام وكذب على الله. لم يجده قطا انما وجده ذئبا بشريا. عوى الذئب فاستأنست بالذئب اذ عوى، وصوت انسان فكدت اطير. حاشا لله، حاشا لله ان يعتدي القط على الاعراض. ان القط يعرف الحلال والحرام، اذا اخذ منك قطعة من السمك اكلها وهو جالس بجانبك اذا اعطيته انت، لانه يعلم انها من الحلال، فاذا خطفها من امامك ولى هاربا، لانه يعرف انها كسب حرام. ولكن ابن ادم لا يعرف الحلال من الحرام. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. ان الحبيب محمدا يقول في الحديث الشريف: اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلت بنفسها غضب الله. اعقدوا مقارنة بعد ما سمعنا هذين الموقفين. امرأة اعدت لزوجها الطعام في هدوء حتى لا تدخل الحزن الى قلبه، وهيأت له نفسها وتزينت لينام معها في ليلة وفاة ابنه، واخرى تترك فراش زوجها لتقع فريسة بين ذئب ضال، بين ذئب ضار، بين ذئب بشري. ان البول شاسع وان الفرق بعيد، شتان بين الثرى والثريا، شتان بين مدارج النمال ومسابح الافلاك، شتان بين التراب والسحاب. والسبب في ذلك انه كان هناك عقيدة. هذه العقيدة ربت النفوس على مراقبة من لا يغفل ولا ينام. ونام معها زوجها في تلك الليلة، وقبل ان يتوجه لصلاة الفجر وراء مبعوث العناية الالهية قال لها: اين عمير؟ فاني اريد ان اقبله قبل ان اذهب الى رسول الله. فكيف تجيب؟ اتكذب؟ انهم لا يعرفون الكذب.
لقد رباهم استاذهم على الصدق، لقد كان استاذهم يلقب بالصادق الامين. ولكنها قالت له يا ابا طلحة اني حزينة. قال ولما؟ قالت له لقد اخذت من الجيران شيئا ثم طلبوه مني. فقال لها تحزنين اذا اخذوا وديعتهم؟ فقالت له اتحزن يا ابا طلحة اذا اخذ الله منا وديعته؟ تزود من التقوى فانك راحل، وسارع الى الخيرات في من يسارع، فما المال والاخلون الا ودائع، ولا بد يوما ان ترد الودائع. وعندئذ لم يسع ابا طلحة الا ان قال انا لله وانا اليه راجعون، وذهب الى مسجد الحبيب محمد وصلى وراءه الفجر، وبعد الصلاة عرض عليه ما صنعت زوجته. فماذا قال السيد الجليل؟ لقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة الرضا بما صنعت السيدة سهلة، ودعا لأبي طلحة دعوة فتحت له أبواب السماوات العلى. قال بارك الله لكما في ليلتكما يا أبا طلحة. قال راوي الحديث عشت حتى رأيت لأبي طلحة 10 من الذكور كلهم كانوا يحفظون كتاب الله رب العالمين. 10 ليس لكل واحد منهم سيارة او قصر، انما كان كل مالهم انهم يحفظون القرآن الكريم. هذا شرف وهذه عزة. بارك الله لكما في ليلتكما. هذه دعوة رسول الله لأبي طلحة. فسلام عليك يا ايتها الصحابية الجليلة. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، ان جاهلية القرن العشرين اشد على الاسلام خطورة من الجاهلية الاولى. جاهلية القرن العشرين اشد على الاسلام خطورة من الجاهلية الاولى. خلا ميدان الدعوة من رجال الاسلام، فرفعت النصرانية رأسها تحاول ان تنكس علم التوحيد. فما واجبنا وما موقفنا؟ واجبنا وموقفنا ان نركز على تربية النفوس تركيزا عقائديا،
واجب العلماء ان يقوموا من سباتهم العميق، فقد ناموا نومة اهل الكهف 300 سنين وازدادوا 9. وخلى الميدان، خلى الميدان لترتع فيه الثعابين ولتسبح فيه خفافيش الظلام التي لا تحب النور ولا تقوى عيونها على رؤية النور. ومنذ فجر الاسلام ايها السادة الاعزاء، ودولة الرومان الكاثوليكية تحاول ان تكسلك دولة الاسلام الموحدة، ودارت الحروب وزحف معسكر التوحيد يلقن معسكر التثليث درسا لا ينساه ابدا. ماذا حدث؟ انا يشرفني وانا واقف الان بين ايديكم ان ارفع الستار عن صحابي من صحابة الحبيب محمد لنرى ثباته، لنرى قوة عقيدته. الصحابي هو عبد الله بن حذافة، رجل ثابت على مبدئه، وقع مع بعض المسلمين اسرى في يدي هرقل امبراطور الروم. فماذا حدث لما علم هرقل بان عبد الله وقع اسيرا؟ دعاه الى خاصته وعقد معه جلسة طارئة في الديوان الملكي الروماني. فماذا قال له؟ قال له يا عبد الله تمسر وانا اعطيك نصف مملكه. عرض سخي ولكن الثمن غال. فقال له عبد الله بن حذافة يا هرقل والله لو اعطيتني الدنيا كلها ما غيرت دين محمد. فماذا فعل هرقل؟ اذا كان اسلوب الاغراء لا يجدي فان اسلوب التحذير قد يجدي. امر هرقل بقدر يملأ ماء ويوضع على النار ليغلي الماء ويلقي فيه عبد الله بن حذافة، وبلغ الماء درجة الغليان حتى احترق جسم القدر من شدة اشعال الله. وقال يا عبد الله تمسح والا رميتك في هذا الماء. فقال له عبد الله والله لا اترك دين محمد. فقال له اذهب بنفسك والق نفسك في الماء. وتقدم عبد الله بخطى ثابته ليموت على كلمة التوحيد، ولكنه وهو يمشي الى الماء بكى. فقال له هرقل اتبكي خوفا من العذاب؟ فقال له بل ابكي لانني كنت اود ان تكون لي 100 نفس تموت نفسا وانا لا اغير دين محمد بن عبد الله. فقال اتركوه واصنعوا له صليبا تصلبوه عليه. فصنع الصليب ووضع عبد الله بن حذافة فوق الصليب، واخذ الرماة يرمون يديه ورجليه. كلما جاء فيه سهم قال لا اله الا الله محمد رسول الله. قال هرقل انزلوه وضعوه في حجره وسلطوا عليه احدى النساء الغواني لتخدعه. ودخلت المرأة الساقطة
واخذت تراوده عن نفسه في زينتها وفتنتها وجمالها المفتون، ولسان عبد الله يقول لا اله الا الله. فلما رفعت التقرير السري الى هرقل قالت له يا سيدي انا لست ادري هل ارسلتني الى حجر ام الى بشر، انه لم يتحرك فيه شيء. قال هرقل احبسوه وامنعوا عنه الماء والطعام ودعوا له الخمر ولحم الخنزير، اذا اشتد به العطش شرب من الخمر، اذا اشتد به الجوع اكل من لحم الخنزير. الاسلام هو الاسلام، يحارب منذ مئات السنين، يحارب منذ قرون عديدة، ووضع الخمر والخنزير في حجرة مع عبد الله بن حذافة، ولكنه ظل 3 ايام لا يأكل ولا يشرب. وفتحت الحجرة فقال له هرقل لم لم تأكل ولم تشرب؟ فقال له يا هرقل والله لقد كنت مضطرا وكان مباحا لي الاكل والشرب، ولكني امتنعت حتى لا اشمتكم في دين الله رب العالمين، حتى لا اشمتكم في دين الله. فماذا قال له هرقل؟ قال له لقد حيرتني، ان كنت تريد ان اطلق سراحك فقبل رأسي. فقال له عبد الله بن حذافة لا اريد اطلاق سراحي وحدي، انما اريد ان تطلق سراح اخواني جميعا. فقال له لك ذلك. فلما اراد عبد الله ان يقبل رأس هرقل ليطلق سراح اخوانه قال يا رب اللهم انك تعلم انه كافر ابن كافر، وانا لا اريد تقبيل رأسه، انما ساضع فمي على رأسه لابصق عليها حتى يطلق سراح اخواني. وهكذا اطلق سراحه وسراح اخوانه. فلما ذهبوا الى المدينة التقوا بعمر الفاروق، كان امير المؤمنين يومها، كان امير المؤمنين يومها، وقص عليه القصص. قال الفاروق عمر حق على كل مسلم ان يقبل رأسك يا عبد الله، وانا اول من يقبل رأسك. فقام امير المؤمنين وقبل رأس عبد الله. معاشر السادة، تلك عقيدتنا وهذا ايماننا. فما الذي حدث؟ الذي حدث ان الامة تركت كتاب ربها وتركت سنة نبيها. اعجب معي لتجارة الاعراض. تاجر كبير يتاجر في اعراض البنات صدر 82 فتاة الى لبنان، بلد الجنس، بلد التبشير، مراكز الصليب. صدر 82 فتاة من بنات المسلمين ليأخذوا اجرا غاليا ليعملن مضيفات في الفنادق، ولكن الحقيقة انهن عملن تجارا في اعراضهم. ذهبت الفتيات الى لبنان لترفع رجل مصر عارية. ما هذه المأساة؟ ما هذه المأساة؟ وفي الوقت الذي نرى فيه العدو يتحرش بنا
عدو على بساط القناة، وعدو في داخلنا ينصر عبادة الصليب. ومع ذلك ارادوا ان يقبضوا على تاجر الاعراض، فهرب بجواز سفر مزور وذهب. وهل انتهت تجارة الاعراض؟ اننا لكي نعرف الله ولكي نقف امام عدونا لابد اولا ان نعقد معاهدة صلح مع الواحد الديان. لو اصطلحنا مع الله لن تقف امامنا قوة السماوات والارض بيد من لا يغفل ولا ينام، بيد الله. وانا لا زلت اذكر هذا الحادث الذي وقع في سنة 1965 في مصر، وفي السجن الحربي على وجه الخصوص امر قائد السجن يومها باعتقال عالم من علماء المسلمين بلغ من العمر 70 عاما. وقائد السجن هو الان وراء القضبان في احدى سجون مصر، وكان يمثل مركزا من مراكز القوى العاتية. وجيء بالعالم المسلم ودخل السجن وظهره منحني لا يقوى على رفع نفسه الاعلى، فامر بادخاله زنزانة كئيبة مظلمة. ودخل العالم وهو يردد على لسانه حسبي الله ونعم الوكيل. فبماذا امر قائد السجن يومها؟ امر احد الجلادين ان يدخل مع العالم كلبا متوحشا لينهش لحمه ليقبض بأسنانه على عنقه. وجيء بالكلب، وكان كلبا منظره مخيف ومرعب. ودخل الكلب زنزانة العالم العارف بالله، وارسل قائد السجن يستفهم ماذا فعل الكلب مع هذا. فقال له الجندي ان الكلب لم يمسسه بسوء. فقال له ادخل الكرباج من عين الزنزانة واثر الكلب عليه حتى يعضه. فذهب الجندي ينفذ الاوامر التي هي كلها غضب لله ومعصية لله، واخذ يستثير الكلب فوجد العالم ساجدا بين يدي الله والكلب جالس بجانبه يحرسه كالقط الوديع. انت تريد وانا اريد، ولا يكون الا ما اريد. فان سلمتني فيما اريد كفيتك ما تريد، وان لم تسلمني فيما اريد اتعبتك فيما تريد، ولا يكون الا ما اريد. سأل قائد السجن جندية كيف حال الكلب مع السجين؟ قال له لم يقربه بأذى، ساجد بين يدي الله والكلب في حراسته. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامة فردا. فماذا قال قائد السجن؟ قال للجندي بادر واخرج الكلب حتى لا يصاب بالبرد.
يخاف على الكلب من شدة البرد ولا يخاف على عالم يقول لا اله الا الله. سبحانك سبحانك يا صاحب العزة القائمة، سبحانك يا صاحب المملكة الدائمة. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. اخرج الكلب حتى لا يتأذى بنزلة بر. اين قائد السجن الان؟ اجرى الله النكسة على يديه، فقد كان وزيرا للحربية يومها. اجرى الله النكسة على يديه. اتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم. تنام عينك، تنام عينك، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. ان في السماء مملكة، ان في السماء مملكة، ان لهؤلاء الناس ربا، ان لنا ربا لا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. ان هناك كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ان هناك ديوان محاسبة، وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ان هناك ديوان محاكمة، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. معاشر السادة الاعزاء، لكي نسلك الطريق الحقيقي لا بد من تنفيذ هذه الاشياء. يجب تدريس الدراسات الاسلامية، الحديث والتفسير والعقيدة والاحكام الشرعية في شتى مراحل التعليم حتى نهاية التعليم الجامعي، لكي نواصل زحفنا امام التبشير. يجب العناية التامة بدراسة الاسلام في شتى مراحل التعليم. الامر الثاني، يجب اصدار جريدة دينية يومية تتكلم باسم الاسلام وترد على احداث العصر يوما بعد يوم. ليس هناك جريدة دينية يومية، هناك مجلات شهرية ولكنها لا تكفي، الاحداث متكررة كل صباح. يجب ان يكون هناك جريدة تتكلم بصوت الاسلام وترد على مفتريات المفترين. ما كان ينبغي لمثل لويس عوض ان يقول ان الرجوع الى الاسلام عقدة اخرتنا 1000 عام. لويس عوض الصليبي بدأ يتكلم عن الاسلام ويقيم الاسلام. لو كان هناك جريدة يومية لاشبعت نفوس المسلمين بالرد دفاعا عن كلمة لا اله الا الله. ثالثا، يجب اصدار قوانين بحماية الاسرة، حماية الاسرة من الخلل. لقد اشتدت البيوت وخر السقف على اهلها واتاها العذاب من حيث لا يشعرون. حماية الاسرة تكون بتعيين في اسلامي للمرأة. ان اجساد النساء اصبح شبه عار،
وان شئت فقل اصبح عاريا، وقد اقبل فصل الصيف، وعندما ياتي الصيف تفتح ابواب الغضب. الكاسيات العاريات، المائلات المميلات، السابحات الفاتنات، اللاتي يعلن الحرب على رافع السماء. حماية الأسرة بتعيين زي للمرأة يتوفر فيه 3 شروط: ألا يشف عما تحته، وألا يصف الأعضاء، وأن يكون ساترا لجميع جسد المرأة. رابعا يجب تحويل محلات الكوافير إلى حلاقة للرجال. خامسا يجب إصدار قانون بمحاكمة من يخرج على تعاليم الله ورسوله. يا معاشر السادة، إذا سرنا على صيد النخل فإن الله سيأخذ بيدنا. لن تهمنا أمريكا ولا أساطيلها، ولن نطلب المدد من روسيا ولا غيرها، انما سنطلبه من الله وحده بعدما نعتمد عليه ونعد للاعداء ما استطعنا من قوة. معاشر السادة، اللهم لقد بلغت، اللهم تشهد على عبادك. ان النصارى يريدون ان يحولونا الى بروتستانت وكاثوليك وارثوذكس، ونحن نعلنها من هذا المكان صريحة مدوية بان كلمة التوحيد لا اله الا الله عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. ونحن نقول للأنبا شنودة من هذا المكان، وانا اعلم ان هناك قسسا تسمعني خارج المسجد بحجة الوقوف على محطة الاتوبيس، نقولها بصراحة: وفروا عليكم اموالكم فان غنى المسلمين غنى الناس. الاسلام لن يباع بالمال، لن يباع الاسلام بالمال. وفروا اموالكم على انفسكم، واعلموا ان راية التوحيد ستظل مرفوعة الى يوم القيامة. معاشر الاخوة الاعزاء، لا اله الا الله. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، ثم تؤذن الدنيا ان لم تسمع لنا. وفروا المال على انفسكم، وفروا التخريب على انفسكم. ليست البلاد في حالة تبشير، انما البلاد في حالة صراع مع الصهيونية ومع الصليبية ومع الالحادية. يا معاشر السادة، الدين لا يباع بالمال، الدين اغلى شيء. كل شيء يهون الا كلمة التوحيد، كل شيء يهون الا كلمة التوحيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم اني اسألك واتوجه اليك وانا الان واقف بين يديك ان تعز الاسلام وتنصر المسلمين. اللهم ارفع راية الاسلام الى يوم الدين. اللهم انصر محمدا وصحبه. اللهم انصر دين محمد. فرج كروبنا واستر عيوبنا
واغفر ذنوبنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وانصرنا على اعدائنا. اللهم ثبت اقدامنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. وفق الله ولاة امور المسلمين لرفع راية لا اله الا الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة.